الفتره اللي فاتت كانت من اصعب الفترات اللي بتعدي عليا، كنت بمر بمشكله صحيه كده. الحمد لله عملت العمليه بتاعتها والحمد لله خلصتها، خلصنا بقى من العمليه. تعالوا يلا بينا نعمل خطه رجوع بعد راحه طويله. يلا بينا مفيش وقت نضيعه لفورمه الصيف. قررنا ان احنا هنقسم الفتره الجايه لكذا نقطه، زي حساب السعرات، وزن الجسم، مقارنه الجسم القديم بالوضع الحالي، ومحاوله اصلاح ما تم اتلافه، وحساب المكملات اللي محتاجينها الفتره الجايه، وايه الحاجات اللي لازم نبطلها الفتره الجايه. تعال نخش على النقطه الاولى اللي هي نوزن نفسنا، او يفضل انك تعمل انبادي علشان نعرف عندنا قد ايه عضل وخسرنا قد ايه. بس طبعا شكل جسمك هو المقياس. شفت الانبادي بتاعك؟ يلا بينا تعالى نحسب سعراتك. اول حاجه هتجيب وزن جسمك، هتضربه في 2.2 في 15. انا بحسبه في 15 لان انا نشاطي عالي. هنبتدي نوزعهم على البروتين والكارب والفات. لازم تعرف ان لكل 4 سعرات حراريه في جرام بروتين وجرام كربوهيدرات، وكل 9 سعرات حراريه في جرام فات. خلصنا من حسبه السعرات، تعالى نشوف المكملات اللي محتاجينها بناء على سعراتنا. بالنسبه لي انا شايف ان انا محتاج بروتين وكرياتين وكربوهيدرات وسيترولين علشان ارجع الفورمه بتاعتي. طبعا ما تنساش تستخدم البرومو كود بتاعي من ايفت علشان تاخد خصم على الخصومات بتاعتك. ونيجي على النقطه اللي بعدها، نقيم نفسنا كنا عاملين ازاي وبقينا عاملين ازاي علشان نحاول نرجع للمستوى تاني. طبعا واضح من الصوره ان انا نزلت النص، عشان كده هنحاول ان احنا نرجع نفسنا تاني. نيجي بقى على الحاجات اللي المفروض نوقفها زي السكريات والدهون المهدرجه ونبدلها بدهون صحيه. وبكده يكون خلص الفيديو ونبقى مستعدين ننزل نتمرن.